السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من قناتكم صوت المغرب. هنتكلم عن كواليس المغرب. عملت مباراة امبارح امام السعودية، يعني ضرب نار. الاعلام السعودي وكل الجمهور السعودي هينهار من القوة الجبارة اللي شافها مع المنتخب المغربي اللي قدم واحدة من افضل مبارياته امبارح. وفوز تاريخي بالفريق الرديف على المنتخب السعودي اللي هيروح كاس العالم باللعيبه دي. كسبت لعيبه رايحه كاس العالم بمنتخب بيقول لك انا المنتخب الاقوى عربيا وافريقيا. المنتخب مفيش فرق يا جماعه بين عرب افريقيا وعرب اسيا. عرب افريقيا اقوى بكتير. شفنا تونس واللي عملته مع قطر، وشفنا المغرب وما ادراك ما المغرب واللي مقدماه هذا الموسم. نسخه يعني تاريخيه، نسخه اعجازيه للمنتخب المغربي، سواء مع الفريق الرديف او فريق الشباب او تحت 17 او الكره حتى النسائيه اللي بيوصلوا نهائيات كاس العالم. ويعني منتخب مرعب. المنتخب المغربي بيقدم يعني صورة المفروض تدرس في التاريخ لكل المنتخبات ولكل الدول اللي بتشوف نفسها اقل من دول اوروبا. لا، المغرب موجودة. المغرب ما تقلش عن اسبانيا والبرازيل والارجنتين، ما تقلش عنهم. المغرب بقت عندها يعني قوة، يعني فكر كروي عند فوز الأقجع مخلي الإعلام أو الكورة المغربية واصلة في حتة تانية. فكل التحية والتقدير لفوز الأقجع على كم التطور اللي عمله مع المنتخب المغربي. شفنا طبعا الإعلام السعودي هيتجنن انهيار وجنون. الإعلام السعودي بعد الفوز المهين اللي خدوه من الفريق الثاني او الفريق الرديف للمنتخب المغربي مش المنتخب الاول، ورغم كده هو بيلعب بالمنتخب الاول، ورغم كده كان متوقع الفوز، ورغم كده كان يعني بيقول احنا ما فيش زينا واحنا اللي هنكسب واحنا اللي هنعمل. ولقى المغرب بيديهم على وشهم، قلبين على الواد اللي ضيع ضربة الجزاء اللي هو مش عارف اسمه ايه، اللي عملها بلينكا ولكن جت من فوق العارضة. فقلبين عليه قلبة سودة، قلبين عليه قلبة صعبة جدا. ولكن كل التحية والتقدير للمنتخب المغربي على الروح اللي مقدمها في البطولة. المنتخب المغربي هيقابل إن شاء الله سوريا الماتش اللي جاي. توقعاتي مع كامل الاحترام للمنتخب السوري، ولكن توقعاتي المنتخب السوري كفاية عليه كده، ومنتخب مغربي مكمل معانا. وهيكون المنتخب السعودي في مقابلة المنتخب الفلسطيني. أنا هدعم فلسطين بمنتهى الأمانة، ولكن توقعي إن شاء الله بإذن الله المنتخب المغربي هيصعد للمباراة النهائية. ده توقعي. يعني انا عايز اعرف برضو توقعات حضراتكم، مين اللي ممكن يصل للمباراة النهائية. انا توقعي المغرب بالقوة، بالشكل اللي المغرب وصل له والتطور في الكورة اللي المغرب وصل له الفترات الأخيرة. فالمنتخب المغربي يعني يصل للمباراة النهائية بشكل طبيعي وبشكل مرتاح من غير أي يعني عصبية ولا توتر. لا، الموضوع سهل جدا. حتى لو بتلعب بالفريق الرديف، لا ده المغرب. المغرب يا سادة مفيش فريق زيها. المغرب يا سادة مفيش فريق وصل للمستوى المبهر، المستوى التاريخي اللي وصل له المنتخب المغربي. مفيش فريق وصل لكم التطور اللي وصل له المنتخب المغربي. فكل التوفيق والتقدير والتحية للمنتخب المغربي، وإن شاء الله بإذن الله يصل الأدوار النهائية والإقصائية ويكسب ويوصل للمباراة النهائية. وده توقعي. وإن شاء الله بإذن الله المغرب هيعمل نسخة كمان في أفريقيا. طبعا هتكون المباراة البطولة هتكون مقامة في الرباط. فكل التقدير، وبإذن الله يعمل نسخة تاريخية كالعادة للمنتخب المغربي العظيم. نكتفي بفيديو النهارده. اتمنى لو الفيديو نال عجب حضراتكم لايك، اشتراك في القناه وفعلان الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وشكرا لكم.